معك إلى طفولة سعدون جابر. نعم. ماذا تذكر من ملامح هذه الطفولة؟ أين ولدت وفي أي عام؟ أنا ولدت في مدينة اسمها العمارة جنوب العراق، تبعد عن البصرة حوالي 160 كيلو، وتبعد عن بغداد حوالي 360 كيلو، في مدينة اسمها الحلفاية شمال العمارة تكون. ومن غريب الصدف أن الحلفاية هي موطن لقبيلة الخزرج الذي نزحوا من السعودية في 1800 وكسر، يعني من هذاك التاريخ. أمحلت الدنيا وأصبحت الناس تبحث عن لقمة العيش، فذهبت القبائل العربية، قسم منها ذهب إلى اليمن، قسم ذهب إلى الشام، قسم آخر جاء إلى العراق. جنوب العراق هو يصير شمال المملكة العربية السعودية. شو بالخارطة القبائل العربية ومنهم الخزرج نزلوا في مدينة العمارة بجنب قبيلة بني لام، فأصبحت الخزرج خاوة بني لام، أي عملوا حلفا عشائريا يسموه احنا الأحلاف العشائرية. ذولا سموا خزرج وذولا سموا بني لام، فأصبحت قبيلة واحدة سموها البني لام. وأهلي جدي الخامس أو السادس بقي خزرجيا لكنه متحالف مع بني لام، فإحنا أصلا من الطائف نزحنا إلى جنوب العراق وسكننا مع بني لام، فأصبح سعدون جابر اللامي الخزرجي. فأنا أصلي سعودي وأتشرف بهذا الأصل. خاويت أهلي في العراق اللي هم بني لام، أبناء سام وحام، أبناء النبي نوح. الله يبارك. ونحن نتشرف فيك يا أبو الطيب. إيه، فأنا سعدون جبر، أبوي اسمه جبر مو جابر، سعدون جبر اللامي الخزرجي، جاء من الصفحتين، بس أصلي سعودي من الطائف. فأنا من هذه الأرض الكريمة وأتشرف بهذا. ونحن نتشرف فيك يا أبو الطيب. إيه؟ والدك